رزق وذكر وتراث. ويقول لك الالكتروني يكسب، لا يا عم، ده ما يحلاش الذكر غير وانت بتفرطها في ايدك 33 او 99 زي ما تحب. بيقولوا انها دخلت مصر في العصر الفاطمي، لكن الاكيد ان مكان بيعها وصناعها هنا جنب حبيبنا سيدنا الحسين. سبح أشكال وألوان، غالي وعلى قد الإيد، هتلاقيها بس في خان جعفر، وده مصدر السبح في الحسين. ولو في دماغك حاجة معينة هتلاقي الأحجار المناسبة للي بتفكر فيه. احنا مصدر الرئيسي لبيع السبح في مصر كلها. جنب الحسين. لا، الحسين كله والفضة احنا من صغرنا في المهنة دي، من صغرنا يعني. أبا عن جد يعني؟ أبا عن جد. أكتر نوع بيتباع الكوك. الكوك اشمعنى بقى؟ سعره متداول يعني، حنين ومش غالي قوي. الكوك دلوقتي يتناول من 100 وانت طالعه. تمام. في انواع كتير، وفي ابانوس وفي زيتون وفي يسر، في انواع كتير، وفي تراب كهرمان. بس في بيتضاف عليها حاجات تاني. زي ايه مثلا؟ زي ممكن جنبها بيتضاف احجار، فضيات كده. أما لو أنت أو أنتي من عشاق الإكسسوارات فهتلاقيه في الشارع اللي جنبه الصالحية، وده متخصص في كل أنواع الأحجار. تشتري بالجملة أو قطعي وتعمل زي ما تحب. حارة الصالحية هي مركز عموما للصناعة نفسها، لصناعة الأحجار الكريمة. تمام. خلي بصفة عامة يعني، خلي بصفة عامة. بس تخصصكم هنا تخصص الأحجار التخصص بصفة عامة يعني. هتلاقي الفنيين أو التشكيليين أو كله موجود هنا في الصالحية. نادي الحكاك دي اللي هو شطف الأحجار الكريمة بصفة عامة يعني، اللي هو يعني من اللي يعمل من الخامة تحولها إلى فص يعاد استعماله بعد كده في الحلويات. الخامة اللي هي إيه بقى؟ خامات بقى بأي صفة بقى، سواء العقيق، سواء كل الخامات بصفة عامة، الفيروز، كهرمان، أيا كانت الخامة. خان جعفر والصالحية تقدروا تزوروهم وتشتروا اللي محتاجينه، ولسه شوارع وحواري الحسين مليانة حكايات وأسرار.